نتكلم على اللي حصل في الأردن، وده لازم يعني ندين بشدة ونشجب كل إيد اتمدت على مواطن مصري في الخارج. وإحنا الحقيقة من أول الأحزاب اللي اشتغلت في ملف حماية المصريين في الخارج، ولنا مواقف كتير قديمة ممكن يعني ممكن نراجعها مع بعض كلنا يعني. وبالتالي أنا من هذا المنبر بشجب وأدين اللي اتعمل من مجموعة من البلطجية على مواطن مصري شريف في الأردن، ونتوقع من السلطات الأردنية والبرلمان الأردني إعادة الحق القانوني والأدبي لهذا المواطن المصري الشريف.